فجأة وبدون مقدمات هربت الأميرة هيا في مايو 2019 للندن واتغيرت حياتها للأبد. قبل أي حاجة الأميرة هيا هي أخت غير شقيقة للملك الحالي للأردن عبد الله الثاني، أما الأم فهي الملكة علياء اللي ماتت في حادث طيارة غامض سنة 77. الأميرة هيا عندها 48 سنة، اتعلمت وعاشت حياتها في المملكة المتحدة ودرست العلوم السياسية في جامعة أكسفورد وهي أكبر الجامعات هناك. كانت مدللة عند والدها الملك حسين في سن 19 سنة، كانت أول ست أردنية بتحصل على رخصة قيادة في الأردن. اتجوزت الأميرة هيا الشيخ محمد بن راشد في 2004 وكانت ساعتها الزوجة الثالثة ليه والسادسة في تاريخ جوازاته. أصبحت شخصية عامة بتظهر في الكثير من المناسبات الرسمية على عكس باقي الزوجات. كانت رئيسة نادي دبي للفروسية وسفيرة النوايا الحسنة للبرنامج الغذائي العالمي في الأمم المتحدة، مناصب كتيرة رسمية وشرفية. انهار كل ده لما هربت الأميرة هيا مع أبنائها في مايو 2019 للندن بمساعدة الحارس الشخصي بتاعها وصديق قديم دبلوماسي ألماني. اتقدمت بطلب للحماية للمحكمة البريطانية بتقول فيه إنها خايفة من التعرض للقتل على إيد زوجها أو الاختفاء القسري، واستجابت المحكمة ووافقت لها على اللجوء السياسي وكافة متطلبات الحماية اللي بتحتاجها. ذكرت مصادر إن الأميرة طلبت الطلاق كذا مرة من الشيخ محمد بن زايد لكنه رفض رفض نهائي. بعد هروبها طلب الشيخ زايد من الملك عبد الله استعادة أبنائه مقابل الطلاق، لكن الأميرة تمسكت بأطفالها. بتعيش الأميرة هي دلوقتي في لندن في قصر من أرقى أحياء لندن، اشتريته سنة 2017 ب 85 مليون جنيه استرليني. ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن القصر ده قريب جدا من قصر كينغستون اللي بيعيش فيه بعض أفراد العائلة المالكة البريطانية. بتعيش الأميرة مع أبنائها زايد والجليلة تحت حراسة مشددة مع واحدة من أكبر شركات الحراسة في العالم، كل ده بسبب خوفها من تعرض أبنائها للاختطاف أو تعرضها للقتل. عينها الملك عبد الله كسكرتير اول للسفاره الاردنيه بلندن، ودي كانت حركه ذكيه منه عشان يساعد الاميره هيا انها تاخد لجوء سياسي هناك. اكتر من 550 مليون جنيه استرليني يعني حوالي 730 مليون دولار اتحكم للاميره هيا بيهم من الشيخ محمد بن زايد حاكم دبي كتعويضات عن قضيه التجسس على هواتفها وتعريض حياتها للخطر. المبلغ مقسوم لنصين تقريبا، النص الاول 251 مليون جنيه استرليني لتغطية نفقات تتعلق بمنزلين في لندن، بالإضافة لرواتب طقم عمال ومربيات وتمريض وسيارات مدرعة لتنقلات الطفلين. مش بس كده، بيشملوا تكلفة رعاية الخيول والحيوانات الأليفة المختلفة في المنزل. النص التاني مطلوب من الشيخ محمد بن راشد إيداع مبلغ 290 مليون جنيه استرليني في البنك كضمان في حالة أي مماطلة للنفقات السابقة. قالت الأميرة هيا في المحكمة إنها فقدت حاجات كتير قوي كانت تملكها في دبي لأنها هربت بمفردها، فكان عندها مجوهرات بقيمة 27 مليون دولار أمريكي في دبي، وكان عندها مجموعة من الملابس وصلت قيمتها ل 85 مليون دولار أمريكي.